مساكم الله بالخير. قبل أيام تكلمنا على ظواهر أو أشياء ما ترضينا تحصل في مطار الكويت، واللي أثار شرارة حقيقة هذا الموضوع أخت فاضلة إعلامية مصرية ساندناها، وإحنا ناس نقول لنا واللي علينا. فبدينا وقلنا اللي علينا وساندناها، وقامت الدولة مشكورة بالتفاعل مع هذا الحدث، وقام وكيل وزارة الداخلية مشكورا بزيارة تفقدية للمطار في اليوم التالي، وأعطى توجيهات بحسن التعامل مع المسافرين. لذلك نتمنى على الأخت الإعلامية المصرية اللي ما تقبل بالخطأ أن تساندنا بخصوص أشياء نتعرض لها في مطارات بلدها مثل ما ساندناها احنا، ونتمنى على دولتها اللي نحبها ونقدرها ونحترمها جمهورية مصر العربية أن تتفاعل مع هذه الأحداث أو هذه الظواهر أو هذه المضايقات اللي تعرض لها المسافرين الخليجيين تحديدا في مطارات مصر، مثل ما تفاعلت دولة الكويت وأعطت توجيهات بهذا الخصوص. شو الأشياء اللي يتعرض لها؟ أول ما يقبل الخليجي بسيارته، ما نزل من السيارة، على مطار القاهرة راجع إلى بلده، يبدأ الأمر من تفتيش نقطة التفتيش أو الحاجز الأمني اللي في الخارج، ويبدأ الشرطي يعطل المسافر، ياخذ أوراق السواق ويركنه على جنب ويتأخر معاه ويقول له مسافر على فين، مش حتسب لنا حاجة، وكل سنة وانت طيب، ويحاول يعطله. وغالبا الواحد يكون متنرفز ومتوتر وخايف تفوت الطيارة، فأحيانا بعضهم يمشي الأمور، ويعني بعض المسافرين فيضطر لأن يتعامل مع هذا الابتزاز ويدفع. وإذا وصل بسرعة عند باب المطار يلقى اللي يدزون العربيات عند باب المطار، يقول له ايش رايك انا افوتك من الدنيا دي كلها بدقيقتين بدون طوابير بدون شيء، تدفع لي المبلغ الفلاني. والمبلغ طبعا مو بسيط لصاحب عربية، فيقول لك لا، المبلغ مش هاخده لوحدي عشان الشرطي اللي حيعديك والدنيا اللي قدام وكذا وكذا كله حياخذ. وفعلا ياخذ الشنط ويطوفك من طابور الطويل اللي ليه اول مالوش اخر، ويدخلك على مكان نقاط التفتيش من غير ما حد يدقق على اي حاجة من شنطك، وهذا اختراق امني. ويفوتك على الشرطي اللي يعمل لك تفتيش ذاتي، وكل سنة وانت طيب، وتعدي ولين توصل الى كاونتر التشيك ان بتاع خطوط طيران. طبعا هذا مقابل خدمة مادية. واذا انت ما دفعت لهذا قلت لا والله لو سمحت انا بتصرف كمسافر مثل مطارات العالم، وخدت عربيتك ووقفت بالطابور الطويل جدا، اول ما توصل تقرب على الشرطي اللي ماسك التفتيش، بوابة التفتيش هذه اللي تعدي منها اللي تفحص المعادن، يستقبلك بالاحضان اهلا وسهلا كأنه شايف صيد ثمين. يقول لك الباسبور والتذكرة لو سمحت، تعطيه الباسبور والتذكرة ويفتحهم ويقلبهم، وهو ما يعرف اصلا يقرا انجليزي، ويقول لك مسافر على فين يا بيه؟ تقول له مكتوب عندك، فيبدا يقلب ويطالع ويحتار، وهو مش عارف انت مسافر ولا مش مسافر اصلا، لان غالبا ما يعرف يقرا انجليزي ولا يعرف يقرا التذاكر. وهذا امر ما يليق يعني ببلد محترم وفيه كفاءات مثل مصر. وبعدين يقول لك كل سنة وانت طيب، تفضل، وينسى البوابة وينسى الدنيا اللي حول البوابة ويعديك انت، ويقول لك لا 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 ما تحطش موبايل ما تحطش حاجة، تفضل بس تعال جنبي انت بس تعال، ويفتشك ويضغط على المحفظة في جيبك، يقول لك كل سنة وانت طيب مش هتدينا حاجة، مش يعني عشان كده ولا لا 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 والامور هذه. ولما تعطيه انت تستهبل وتعمل نفسك ما سمعتش، يعني ما سمعت كلامه، ويعطيك الباسبور يضغط على يدك كل سنة وانت طيب يا بيه ما فيش حاجة لي. طبعا في هذه الأثناء وانت مركز معاه يشتغل عليك الشخص الآخر اللي قاعد على الجهاز اللي فيه شنطك، اللي راحت شنطك بالجهاز هذا وعدت من الجهة الثانية، ويبدأ عاد يدور وينبش على أغراضك، الشنطة دي فيها ايه وحط كده ليه. ومرة من المرات أنا كنت معدي من
بنفس الطريقة هذه ومركز. طبعا أنت مركز مع هذا ولا تركز مع الثاني ولا تركز مع اللي يخطفوا شنطك وبسرعة يطيروا فيهم عشان يوقف عند الكاونتر، وبعدين ياخذ يعني يقول لك أنا يعني شلت الشنط. طيب أنا ما طلبت منك، طيب أنا شلتهم اديني ادفع، كل سنة وانت طيب. موضوع كل سنة وانت طيب هذا يعني يفترض أنه يتلم في مطارات مصر، ويعني ما يليق بدولة عظيمة لها تاريخ مثل مصر. فأنت تخلص من الشرطي هذا ويشتتك الشخص الآخر اللي قاعد على الشنط ويحاول يدور أي عذر عشان يبتزك فيه. ليش الشنطة دي فيها سوائل؟ طيب الشنطة هذه رايحة للشحن، ما في قانون يمنع أن يحط فيها عطورات أكثر من 100 ملي أو شامبو أو أي شيء. لا، ممنوع يا حبيبي، مش ممنوع يا حبيبي. ممكن يعني يبدأ يلف ويدور. مرات أنا كنت داخل وكان معاي شخص يعني أصغر مني، طالب مبين عليه إنه صغير سن، فواحد صرخ الشنطة دي بتاعت مين؟ أنا كنت أفتش وخلصت من الشرطي ومركز مع صاحبي، فقال له الشنطة دي لي. قال له فيها إيه برفانات؟ قال له إيه نعم فيها برفانات. قال له كتير، كم حبة؟ قال له 7 أو 8. قال لا كتير. دخلت عليه أنا قلت له لو سمحت هي ممنوع؟ قال لا مش ممنوع. قلت له ليش تسأل؟ لا بس كده بسأل. مفترض ان انت في سلطات رسمية ما تتعرض لمحاولات الغش هذه ومحاولات التدليس ومحاولات ان انت يخوفونك وان انت مخالف ولازم تبدأ ترجف وتبدأ يعني تخاف وتبدأ. المهم المحاولات هذه ما تخلص الى ان تختم جوازك وتدخل داخل. طبعا الوزن الزايد كله عايز ياخذ، والتعطي العامل هو يتقاسمها مع الموظف اللي في الشركة، والأمور هذه يعني ما توصل إلا وانت متبهدل آخر بهدلة. أول طبعا سؤال يسألونك أنت معك كام؟ أنت شايل فلوس؟ طيب أنا شايل أقل من المبلغ. كام شايل بالضبط؟ طلعهم عشان يشوف المبلغ ويقول كام، مش هتدينا حاجة. فمثل ما الأخت الفاضلة ساندناها في قضيتها وتكلمنا على مطارنا وقلنا الحق اللي علينا، نتمنى أن الأخت الفاضلة تتكلم على مطاراتهم مثل ما احنا ساندناها وتكلمنا على مطاراتنا. فعليه تساندينا حضرتك إذا سمحتي وتكلمين عن مطاراتكم بحيث تنتهي هذه الحركات اللي تخص السائح الخليجي تحديدا، والأجنبي ما حدش يكلمه ولا كلمة ولا حد يقرب ناحيته. الأوروبي مع أن السائح الخليجي يدفع أضعاف الأوروبي ويدفع أضعاف الأمريكي وغيره، ويشتري ويستثمر ويحب البلد ويكرر الزيارة، لكن للأسف التقدير للأجنبي مش للخليجي. مثل ما تكلمنا وتفاعلنا وتفاعلت الدولة كذلك بشكل رسمي، تكلمون وتساندونا وتتفاعلون وتنهون الموضوع هذا اللي يزعجنا واللي يقلقنا